ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري ان شاء الله، وانا بقول ان شاء الله لان ربنا مع الغلبان وانا مع الغلبان ومع الحق. اللي هم جايين اصلا جايبين لعيبه بملايين وما يقدروش يتكلموا عليها، جايين على اللعيب ده وعمالين يفطسوه من يوم ماتش الاهلي. هو فين؟ هو بيختفي ليه في ماتشات الاهلي؟ هو بيروح فين؟ ده بيتحط في الجيب. طب خد الدوري، ضحك عليك وخد الدوري، واخد بالك؟ فانا كان بس عايز، لان الكلام نرفزني وانا جاي في الراديو. يا عم انت مالك؟ ما تتكلم انت على فرقتك، على ناديك اللي كنت ماسكه، والتاني ده اتكلم بما يرضي ربنا. قول له ان هو فرقه الزمالك، فرقه الزمالك، ولولا هو اقسم بالله الزمالك ما يخش من ضمن السته، لولا بزيره السنه دي في نادي الزمالك وربنا ما يخش. طبعا بعد ربنا وجمهور الزمالك هو ما يخشش نادي الزمالك السته الكبار، وما كانش وصل لنهائي الكونفدراليه. ما انتوا مسكتوا عملتوا ايه؟ مسكتوا اللي مسك لجنه التخطيط واللي مسك مدرب، عملتوا ايه؟ بس هي عنطزيه على الفاضي وقاعدين في استوديوهات. يا عم خلاص الكوره اتجددت، الكوره اتطورت، الناس دي مش عايزين. ما احنا كانوا عارفيننا في الملعب وهما بيدربوا، هيقرفونا كمان وهما بيحللوا. فحاجه توجع القلب، كل واحد يخليه في نفسه، وكل اللي حارقهم بزيره. طب ما بتتكلموش ليه على زيزو؟ طب على الاقل بزيره ده لسه جاي صغير، عيل صغير و22 سنه، اول مره يلعب في الدوري المصري، وشايل فرقه على كتفه لوحديها وبيوصلها لنهايات الدوري، وشايل الكونفدراليه لوحده. ها؟ ما تقدروش تتكلموا ليه على اي حد؟ بين رمضان ده فين؟ ده مش محترف؟ ها؟ محترف ولا مش محترف؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، محترف بين رمضان فين؟ هو بين رمضان ما حد بيتكلم عليه ليه؟ حد يقدر يتكلم عليه؟ لا، اصل اللي هيتكلم عليه اللي جانا تطلع تاكله، فهو خايف، فيقوم جاي رامي بقى عشان ياخد ريتش. وايه الناس تقول لك ايه؟ ما هو دلوقتي اللي بيشتغل في الاعلام ناس لازم كتير يا جماعه تهاجم الزمالك بتنتقد كابتن رضا عبد العال، وبصراحه نتكلم بصراحه وبما يرضي الله، كابتن رضا كان لعيب كبير، والاهلي ياما كان بيحاول يجيب كابتن رضا عبد العال يشتريه من الزمالك، وقدر الاهلي اللي هو اشترى كابتن رضا من الزمالك يروح للاهلي، وكان نجم في الزمالك وكان نجم في الاهلي. الناس والاعلام والسوشيال ميديا على طول بتطلع تهاجم الكابتن رضا عبد العال، واللي يقول له انت ما بتفهمش حاجه، واللي يقول له، واللي يغلط فيه. ومعظم كلام الراجل ده صح، ده راجل كان نجم من نجوم الاهلي والزمالك ونجم منتخب مصر. والله العظيم يا جماعه معظم كلام الكابتن رضا عبد العال كله صح والله. دايما الوحيد هو مشكلته اللي هو انسان عفوي وجريء في نفس الوقت، بيتكلم بكلام فعلا ولاد البلد، بيتكلم بطبيعته بحريته، ما بيحبش يلوع الكلام، ما بيحبش يزوق الكلام. هو ده رضا عبد العال اللي احنا اتعودنا عليه. ودايما انا كراجل بحب اسمع تحليلاته، لان بيتكلم بعفويه يا جماعه وبصدق، والناس دايما تكذبه، والناس تقول له انت مجنون، انت عبيط، ويفضلوا يغلطوا فيه. والراجل كان نجم كبير من نجوم منتخب مصر، يعني في اجيال صاعده يا جماعه ما تعرفش اللي رضا عبد العال ده كان نجم الاهلي والزمالك، كان نجم منتخب مصر، من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر الكابتن رضا عبد العال. فاتمنى من الناس اللي هي ما تهاجموش، الراجل بيقول لك نقف جنب لعيبه الزمالك. الناس اللي كدبوا وشككوا في اخوان بزيره، لا الراجل كويس، الراجل لازم ندعمه، جمهور الزمالك واقف في ظهره، جمهور الزمالك بيسانده. هو كابتن رضا عبد العال ما بيقولش حاجه، كلامه بصراحه مظبوط واقنعني وبيقنع ناس كتير، واحنا مش عايزين نفتري على حد، مش عايزين نفتري على حد. الراجل ده كان نجم كبير ولازم يحترم يا جماعه. اتمنى ان كل الناس يكونوا اتفرجوا على الفيديو.